حقيقة أنتم تدفعون فاتورة النضال العربي الإسلامي الشريف الصادق الناصع. هذا الحصن لربما هو آخر قلاع وحصون الأمة العربية والإسلامية ضد قوى الاستكبار والصهيونية والماسونية العالمية يا رب. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى والشرفاء في هذا البلد وعلى رأسهم رئيس الجمهورية والدكتور بشار الأسد وسماحتكم والشرفاء المخلصين في هذا البلد، إن شاء الله تبقى سوريا شامخة وتعود أفضل من السابق. وما هو مجيئنا إلى بلاد الشام وإلى عاصمة الشام وهي دمشق إلا لإيصال رسالة للعالم العربي والإسلامي، وأيضا رسالة لكل الشرفاء في الأمة الذين يؤازرون ويؤيدون الزيارات هذه. وأيضا سماحة المفتي لربما نعزيك أو نهنيك لأنك أيضا ابنك وفلدة كبدك ركب الشهداء في هذا البلد، وهذا تأكد مرتبة عظيمة تلقيتها من الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم بالصبر والسلوان وعلى أسر الشهداء ونتغمدهم بواسع رحمته. آمين. ونتمنى إن شاء الله أن نعود في زيارة قادمة ونزور كل المدن السورية وليس فقط الشام، تكون آمنة ومستقرة بإذن الله تعالى. وتأكد زيارتنا ليست بروتوكولية بقدر ما هي رسالة، أنا أعتبرها رسالة عالمية، وسوف نوصلها لكل العالم، وسوف ندافع ونقف مع سوريا لو كلفنا ذلك أرواحنا. ونتمنى لكم التوفيق. بارك الله فيك.